ممثلة لمعالي وزيرة الثقافة والفنون السيدة الدكتورة مليكة بن جودة أن أقف اليوم بينكم في مدينة تلمسان، مدينة الحضارة العريقة التي كانت ولا تزال منارة الفن والجمال، بافتتاح بالطبعة 15 للمهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات في حلته الجديدة والتي تحمل شعار لنتكلم لغة واحدة. هذا الموعد الثقافي الذي يجمع بين أصالة التراث وابتكار الفنانين ويحمل من المنمنمة فناً يروي حكاية الشعوب عبر خطوطها الدقيقة وألوانها الساحرة. أيها الحضور الكريم، تقول السيدة الوزيرة وزيرة الثقافة والفنون السيدة الدكتورة مليكة بن جودة إن وزارة الثقافة والفنون تولي اهتماما بالغا لإحياء مختلف الفنون الأصيلة منها والمعاصرة من خلال وضع برنامج وطنيا تهدف إلى صون التراث الفني وتنميته باعتباره رصيدا حضاريا للأمة. وبهذه المناسبة ومن هذا الصراع الفني الثقافي أعلن باسم السيدة وزيرة الثقافة السيدة الدكتورة مليكة بن جودة عن افتتاح فعاليات الطبعة 15 للمهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة، متمنية لكل المشاركين والمساهمين مزيدا من التألق والرفاهية. عاشت الجزائر قوية ومزدهرة بكم، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا. يسرني أن أرحب بكم جميعا في تلمسان، هذه المدينة العريقة التي مثلت على مر العصور منارة للعلم والفكر والفن. إنها مدينة تتقاطع فيها الحضارات وتلتقي فيها الأصالة بالأناقة، حيث تركت الدولة الزيانية والأندلسيين والعلماء والمتصوفة بصمته في كل زاوية من زواياها. إن تلمسان ليست مجرد مدينة، بل هي ذاكرة حضارية أصيلة تجسد جزء كبير من روح الجزائر وتراثها. إن ما يجمعنا هنا اليوم هو الإيمان بأن الفن فضاء يجتمع فيه العالم على منصة واحدة، حيث يصبح الإبداع جسرا للتفاهم والتقارب، واللغة موحدة لتتجاوز الحدود لتجمع الثقافات وتقرب القلوب، مؤكدين على جمال والإبداع قوة جامعة تغني الروح الإنسانية وتزرع بذور الصداقة والتبادل الثقافي بين الشعوب. تكملة وتثمينا لما ذكرته السيدة ممثلة الوزيرة ولما ذكره السيد والي ولاية تلمسان، فإن الطبعة 15 للمهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة فهو يعكس أولا إرادة الدولة الجزائرية متمثلة في وزارة الثقافة والفنون في الحفاظ على الفنون جميعا وفي الحفاظ على فن المنمنمات والزخرفة بصفة خاصة، يعكس إرادة وزارة الثقافة والفنون في الحفاظ على هذه الفنون وفي ترقيتها وفي مرافقة الشباب. إن المهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة فرصة لشباب الجزائر وفنانيها لعرض خبراتهم، لعرض أعمالهم، وللتنافس ولتلاقح الأفكار بينهم وبين أسماء كبيرة في فن المنمنمات من دول اشتهرت بهذا الفن. أذكر على سبيل المثال لا الحصر دولة
دولة إيران وتركيا وباكستان وأوزبكستان والجمهورية المصرية والمملكة العربية السعودية وغيرها ممن يشاركنا في هذا المحفل. السادة الحضور، السيدة ممثلة وزير الثقافة والفنون، السيد والي ولاية تلمسان وإطارات ولاية تلمسان ومنتخبي وممثلي ولاية تلمسان المنتخبين، جميعكم مرحبا بكم، حللتم أهلا وطرتم سهلا، وأتمنى أن تتمتعوا بالمعرض المقام بهذه المناسبة، وشكرا.